السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم اليوم في العالم ديالي، عالم القصص. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه لا مثيل لها، هي فيها نوع من التشويق ونوع من الاثاره. هي تحت عنوان كما تدين تدان. القصه ديال اليوم ديال واحد السيد عمر والمشكله ديالو مع منير. غادي نعاودها لكم ان شاء الله بلسان ديال السيد عمر. تسمعوا معايا شنو كيقول. سميتي عمر، تزاديت في واحد العائله ميسوره. بابا كان تاجر أعمال كبير وقيمته معروفة بين الناس. النهار تزاديت اللي بغيتها كنلقاها حدايا، أما النهار درت 6 سنين بغا بابا يدخلني المدرسة. وفي نظركم شنو المدرسة بابا يدخلني ليها؟ نتوما اللي غادي تجاوبوني. المدرسة اللي بغا يدخلني ليها طبيعة الحال مدرسة عمومية. علاش هادشي؟ حيت كان بغاني ندمج مع ولاد الشعب. هادشي علاش بغاه؟ لانه خويا اللي كبر مني قرا في مدرسه خصوصيه، وملي كبر ما لقاش اجتماعي مع الناس، يعني ما يقدرش يدير اي علاقه مع اي ناس. هادشي اللي ما بغاش بابا يتكرر معايا انا. نعاود لكم اول ايام ديال المدرسه، صراحه ما نكذبش عليكم كنت حاسب على راسي بزاف، والله سمحت. صراحه التلاميذ اللي كانوا معايا كانت الطبقات الاجتماعيه ديالهم كتختلف، كاين اللي لاباس عليه بحالي وكاين اللي متوسط. الا واحد فينا كان سميتو منير، الله يسمح لنا، كان مقطع لواحد الدرجه ما تصوروهاش. المهم انا عمرني عقلت سميتو بسميتو، كنت ديما كنسميه الخواف الخواف الخواف. واحد النهار تلاقيتو قلت نسولو، وسولتو بالبساله علاش انت منير خواف؟ عرفتو شنو دار؟ شاف فيا هبط عينيه وزاد ما جاوبنيش. المهم ابتدائي كامل وحنا بحال هكا، مره كنشوفو كيجي معنا مره ما كيجيش معنا. طلعنا للاعدادي، تسجل في الاعدادي، عرفنا الخبر انه تسجل في الاعدادي ماشي اللي سجلنا فيه حنا. صافي داز على هادشي بزاف ديال الوقت. واحد النهار توفى الاب ديالي وكانت في العمر ديالي 21 سنه. الصراحه نهار توفى الاب ديالي سبحان الله خير ومشى معاه، بقينا غارقين انا والام ديالي والاخ ديالي في الكريديات، حتى مختلف السيارات اللي كانت عندنا ما بقاتش. شنو ندير؟ اما بالنسبه لقرايتي ما كملتهاش بحال الناس، حيت كنت كنقول ديما بابا بابا بابا. وصلت للبكالوريا وما درت حتى حاجه، قررت انني نسحب ونجمع شويه ديال الفلوس نتعاون مع الوالده والاخ ديالي. قررت نبيع الحوت، راكم عارفين البيعه والشريه هاد الزمان، مره هكا مره هكا. كنت كنجمع شويه الفلوس، قررت انني نتزوج. كنت كنقلب على شي بنت الناس تكون درويشه اللي تعاون معايا وتساند الوالده في محاين الزمان. تزوجت بنت جارتنا فعمرها 25 سنه وانا كان في عمري داك الساعه 36 عام. صافي تزوجنا ولدنا وليدات، وولدنا الكبير سميناه انوار، دخلناها المدرسه. وهنا كتطبق عليه المقوله دير كما تدين تدان، حيت كانوا صحابو كيضحكوا عليه. علاش هادشي؟ حيت كان ما كيشريش ادوات، ما كيشريش حلوى، ما عندوش حوايج بزاف. هنا كنت كنتفكر منير، قلت يا ريت لو يرجع الزمان شويه اللور نطلب منه غير السماح على داكشي اللي بقى، حيت داكشي كامل اللي كنت كندير مع منير كيديروه ولاد داك البورجوازيين مع ولدي. شكون هادو ولاد البورجوازيين؟ كانوا شي صحابو معاه في المدرسه من عائله بورجوازيه، 2 خوت وواحد ولد عمهم، كانوا ديما كيتبسلوا على ولدي وكيضحكوا عليه. كان ديما ولدي كيجي كيبكي. قلت انا واحد النهار نمشي نهضر معاهم، مشيت تلاقيتهم وصراحه هضرت معاهم ونبهتهم بطريقه فيها انذار. لا غد ليه تلاقاوني والديهم شبعوني الحصه لدرجه انهم خلوا لي عاهه، هي عمرني ما نقدر نزيد وخصني نرتاح لمده سنه. قررت انني ندعيهم بالدعوه في المحكمه، ولكن كل مره كنت كنقول نتراجع حيت هما عندهم فلوس مع عائله بورجوازيه، وانا شنو ربح من هاد المحاكم؟ وسوف باركم شنو الفلوس هي اللي كتهضر في هاد الزمان. صافي الزوجه ديالي كانت كل مره كتنصحني كتقول لي معليش ربي غادي ينصفك، ربي غادي يوقف معاك، غير بقى في الدعوه ديالك. وصل تاريخ الجلسه، ولكن كنت حاس بنقص كبير وضعيف بزاف، حيت من غير الله ما عندي حتى حد.
وكيف سبق اللي قلت لكم، الفلوس هما اللي كيهضروا في هذا الزمان. صافي طرح علينا القاضي مجموعة من الأسئلة، ومن بعد ما سمع الشهود صدر الحكم ديالو. شنو هو في نظركم الحكم؟ الحكم ديالو هو حبس المعتدين 3 شهور وغرامة مالية يعوضوني بداكشي اللي داروا لي. وداك المبلغ ديال التعويض اللي غادي يعطوني قررت انني نشري به دراجة نارية نعاون بها راسي في الخدمة ديالي، وهادشي بعد ما نرتاح من هادشي اللي داروا لي. فرحت بزاف بالانصاف من طرف المحكمة، عرفت باللي الاحساس بالنقص مشى والحق هو الحق، وانه انا بحالي بحال الناس. واخا الفلوس كتهضر في هاد الزمان، ولكن للاسف تاخرت بزاف، حيت جرحت قلوب بزاف من الناس، ومنهم منير. جرحته بزاف وبكيتو بزاف. المهم خرجنا من المحكمة، عائلتي دايرين بيا وفرحانين، وعائلته هادوك الناس لقيتهم كيدابزوا مع المحامي حيت ما رضاوش بالحكم ضدهم. الحمد لله ان المحكمة نصفاتني. بقيت كنتسنى على برا القاضي، قلت نسولو بعض الاسئله بخصوص التعويض ديالي. صافي جا سولتو بزاف ديال الاسئله وجاوبني وخديت منه معلومات. صافي من كنت غادي القاضي عيط ليا بسميتي السي منير. جاوبتك على بزاف ديال الاسئله، ولكن بقى سؤال واحد ما جاوبتكش عليه. قلت شنو هو؟ قال لي انا خواف وكنخاف من الله، هادشي علاش خلاني نحكم بالعدل ونصفك. في نظركم عرفتوا شكون هو القاضي؟ جاوبوني في التعليق، وما تنساوش سبسكرايب ولايك والتعليق تجاوبوني فيها السؤال اللي خليت لكم.